للمجد والعلياء يا دار النبوة، مجدي لخالق السماء ربك جل شانه. هذه الكلمات التي طالما تغنى بها أبناء هذا الوطن البارون به، هو موطن أطهر البقاع ومهبط الوحي، وطن اتخذ القرآن دستورا والإسلام منهجا، وطن حظي بقيادة رشيدة وشعب نبيل. وفي ظل ما ينعم به هذا الوطن من أمن واستقرار، جاء دخيل حاسد مارق يحمل فكرا أسودا ليحرض بعض أبنائه للعبث به وسفك دمه، لكنه فشل في ذلك. وإن كان هناك ابن عاق منبوذ، فهناك ابن بار بالمرصاد لكل متربص. لا بأس يا وطني إن كان لك أبناء انحرفوا عن منهجك السوي، فهناك غيرهم بعقيدتهم متمسكون، وبك يعتزون، وبأرواحهم لك يفدون، وبحبك يتغنون. أبناء تحلوا بسمات الإسلام وعملوا بشريعة الرحمن، أبناء مخلصون ساهرون ليلهم للذود عن حياضك، ومن آناء الليل وأطراف النهار مرابطون لحماية حدودك. ومنهم من يدافع عنك بقلمه، ومن يكافح وينجز ليرفع علمك. هؤلاء هم أبناؤك البررة. يا وطني يا وطني أنت بخير، أنت بخير. كوكبنا المضيء اللي كسى الأوطان ضوى، فوق 14 قرن الحق في كفك لنا، سارعي للمجد والعليا.